بيبدأ الفيلم في النرويج ببنت اسمها نورة، وبتكون بتحب تتسلق الجبال زي أبوها. وعلى قمة الجبل بيحكي لها أبوها قصة غول الجبل اللي من كتر ما حكاها لها بقت نورة حافظاها، فتسمعها له وتقول له إن كان في 13 غول والوقت سرقهم لحد ما الشمس طلعت وحولتهم لجبال. بس نورة بتكون مش مصدقة القصة دي، وأبوها بيقول لها إنها لازم تصدق عشان تشوف الحقيقة. فبتغمض نورة عينيها وبعدين تركز على الجبال وتبدأ فعلا تشوف وشوش الجيلان وسط الجبال. وبعد 20 سنة بتكبر نورة وبتبقى عالمة جيولوجيا، وبتقدر تحفر وتوصل لهيكل ديناصور في الارض. وفي يوم الحكومه بتبقى عايزه تهد جزء من الجبل عشان تعمل خط سكه حديد، وبيكون في مظاهرات ضد تفجير الجبل، وبيحط العمال الديناميت وبيفجروا الجبل. وبعدها العمال بيدخلوا الجبل فبيحصل انهيار جبلي، فيطلع العمال يجروا بره الجبل وبيبلغوا المسؤولين ان حصل انهيار جبلي في المنطقه دي، وبيبعت المسؤولين طيارات استطلاع للجبل، وبيوصل وزير الدفاع للمقر وبيتابع الانهيار الجبلي اللي حصل. وبيظهر على الشاشه زي اثار اقدام عملاقه، وبتشوف رئيسه الوزراء الصور اللي صورتها الطياره، وبتقول رئيسه الوزراء انها محتاجه علماء جيولوجيا واثار واحياء عشان يفسروا اللي حصل في الجبل. وبيجي جنود وبياخدوا نورة عشان تحضر الاجتماع مع المسؤولين، وتوصل نورة الاجتماع مع رئيسة الوزراء وعلماء كتير، وبتشوف نورة اثار الاقدام اللي الطياره صورتها. وبيكون العلماء شايفين ان ده تغير جيولوجي في الارض بسبب تغير المناخ، بس بتعترض نورة وبتكون شايفه ان دي مش شقوق في الارض انما دي اثار اقدام عملاقه، وبتدخل عليهم سجرت وتوريهم فيديو واحده صورته وقت التفجير. ولما تعرض الفيديو بيشوفوا كلهم حيوان او شخص عملاق وسط الانفجار، والمسؤولين بيبقوا مصدومين من اللي شايفينه.